صباح الخير منى. صباح النور يا هلا. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أصبحتي؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. خلينا نعمل ضيافتنا وبعدين نبلش. بعدين نبلش. يعطيك. هي عارفة عفاف ايش البرنامج اليومي للشغل. يعطيكي ألف عافية يا الله ربي. يعافيك يا رب. أنا أجيت جديد أشتغل مع منى ولي الشرف طبعا، الله يسعدك، شكرا. فإن شاء الله ان رح شاء الله تكوني نفرجيكم. مرتاحة بالشغل وان شاء أكيد الله أكيد نستاهل. أكيد والله والله حبيبتي اهلا أكيد. وسهلا. هلا فيكي، الله يسلم عمرك. هاي ضيافتك. سلم إيديكي. طيب، انا كانوا طالبين مني بقناتي، صورت انه انا عندي مشروع المعمول. كانوا طالبين مني اني اصور شو حاطه فيه، وانا والله لسه ما صورت ايش حاطه مقادير وايش حاطه فيه، فاحتمال اعمل فيديو انه اصور شو حاطه في المعمول. مش غلط ان شاء الله. ما شاء الله. هلا انا بدي اعجن. طبعا هاي ميت اليانسون بالشومة. طبعا احنا هون بنكون ضايفين زيت الزيتون، هذا معروف في اكلاتنا البلدي اللي هي اكلات الفلسطينية، اكلات الاردنية. زيت الزيتون ما بيخلى من كل بيت، ما بيخلى من كل طبخة او اكلة. اغلب الاكلات اللي عنا الشعبية اللي هي فيها زيت الزيتون. بالعجن بسم الله. إن شاء الله ريحته بتشهي. طبعا لانه عن محطوط جد. فيه زيت الزيتون. ريحته بتجنن. طبعا لانه اي اشي محطوط فيه زيت الزيتون بكون معطي دسم وريحة حلوة. عن جد. طبعا عفاف اجت اشتغلت عندي جديد، الحمد لله رب العالمين توفقت فيها. بنت كثير رائعة وممتازة، اتعلمت بسرعة، خلال مرة او مرتين كانت متعلمة الشغل تماما. شغلنا سهل وصعب بنفس الوقت، ما في شغل سهل. جميع الأشغال بتستهلك وقت وجهد من حياتنا اليومية. الله يعطينا العافية ووفقنا يا رب. صنعة بتحسن الدخل المادي، بتساعد في الحياة، مش غلط. بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: من عمل أحدكم عملا فليتقنه. بعتز بشغلي، بفتخر فيه، الحمد لله رب العالمين إني وصلت لهالمرحلة هاي. بسخة بالشغلة اللي أنا بحطها. ما شاء يعني الله. بحط مواد، فعشان هيك النتيجة إنه الناس حبت هذا المنتج، الحمد لله. طبعا المحافظة على النظافة في هذا العمل أهم إشي من هاي المراحل اللي إحنا مرينا فيها. دائما الكفات، الالتزام بالنظافة بالمحيط اللي موجود في المطبخ. فقط هاي ملاحظة حبيت إني أحكيها، أهم شغلة في عملنا. هون جهز العجينة للعمل فيها. الأعشاب وزيت الزيتون. طبعا هذا بطحين القمح هو والفستق، وهذا بطحين القمح نفس الطحين، بس بيفرق انه شو المواد اللي بدنا نضيفها عليها. هون وزننا قد ايه بدنا نستخدم، وهون جهزنا وهاي البهارات اللي بدنا نستخدمها على العجوة. طبعا شمي ريحة يا بتجنن الهيل والقرنفل. انت خلطة والقرفة. البهارات مع بعضها يعني. سر المهنة. سر المهنة. ما حقول بقية المواد، لكن حقول الريحة عن جد. 3 بس منهم. الريحة بتجنن، ريحة القرنفل. بشكر دائما الناس اللي بتسأل عني وبتحكي لي انه لازم تنزل دائما فيديوهات. والله بسبب شغلي هاد مش عم بفضى اني انزل فيديوهات، لانه الفيديو بده وقت في التصوير وبده وقت في المونتاج، وشغلي هذا ما بيتحمل اني اضيع وقتي دائما بالتصوير، لكن هيني عم بحاول اني اصور اللي بقدر عليه. طبعا هاي مرحلة تعليم العفاف، لكن بدي ارجع لمعلقة المكيال، افضل واحسن بالشغل لحتى كل الحبات تكون متوازنة مثل بعضها.
قالب اسرع بالشغل، هذا باخذ وقت. الكعكه بتاخذ وقت. طبعا كان هدفي بهذا الفيديو اعطيكم نبذه بسيطه عن كيف الشغل تبعنا وكيف احنا بنتعب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شوفي بشكل دائري هيك بكفة ايدك. للي ما بيعرفوا يعملوا الكعكة هيك بدنا نعلمكم اليوم. وبنشيل الزيادات اللي بتيجي على الجنب، بنغطي التمرة يعني بشكل كامل. التمرة زبطي يا عفاف، اذا شفتي جهة رفيعة وجهة هلا هذا فيديو تعليمي لعفاف. هلا اذا شفتي جهة رفيعة وجهة عريضة بتزبطي هيك، بتضميهم مع بعض، ترجعي تعملي هيك حتى تشوفيها انها صارت زي بعض، بتضميهم على بعض تصير اللفة احلى. هاي بلشنا بالصدر الاول بده ينتهي. هلا عفاف بدك تتعلمي، نشوف كيف بدك تتعلمي. يلا هاي اول طريقة للكعكة. تمام منى؟ هلا انت ماشية الخطوة الصح. بس انا ما بعرفش اعمل الا على ايدي. سلام عليكم. هلا هي عفاف احنا طبعا نشتغل بالكفات، بس عشان تتعلم مش عارفة تتعلم الا بايدها، اللي هي كيف تضمي الحبة، كيف تمديها. تمام. ايوه هلا بدك تشكليها. تمام. معلمة. مية مية يا معلمة. هاي تشكلت الكعكة. يا سلام، يسلم ايديكي. طبعا هون مرحلة الخبز بنستنى لحتى يبرد الخبيز. بعد ما يبرد بعد بساعتين او 3 او اكثر حتى حسب برودة الجو، نستنى عليه ليبرد تماما. وبنجيبه بعد التعبئة والتغليف، بنجيبه على المول، بنرتبه بهذا الشكل. بعد هيك خلاص بنستنى للمنتج ينباع ان شاء الله يعني. وبنكون اليوم أنهينا جولتنا بهذا الشغل. شغل مش سهل، شغل شاق، شغل بده مثابرة، بده صبر لحتى يعني الناس تضلها واثقة في المنتج اللي هي بتاخد منه دايما. والحمد لله توفقت بهذا الاشي. وانتظرونا بفيديو جديد حبايبنا. نتمنى منكم اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.